الآن كلمة ترحيبية للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر المدلشي، شيخ قبيلة دوي مدلش من بني سليم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشائخ وأعيان القبائل، الضيوف الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم ربعي ذوي مدلش جميعا نزف إليكم أغلى وأفضل التراحيب، فحيا هلا بكم، حياكم الله من ممشاكم إلى ملفاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونهنئ أنفسنا جميعا بشهر رمضان المبارك، وأن أتممه الله علينا بنعمة وصحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بالقبول. كما نهنئكم جميعا بعيد الفطر المبارك، فمن العائدين وكل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة نرفع هذه التهنئة إلى حكامنا وعلمائنا وأمرائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان. كما ننقل التبريكات والتهاني باسمي واسمكم جميعا للبناخي الملازم خالد بن فهد بن عبد الله بن جبر المدلشي، ونقول له مبروك، ألف مبروك على هذا التخرج وعلى هذه الرتبة، وهي في نفس الوقت مهمة، في نفس الوقت أن يكون ومسؤولية أن تكون هذه الرتبة على عاتق هذا الرجل، فمعناها مسؤولية وأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قيامها وأداء واجباتها على أتم وجه. ونحن في هذه الأفراح إذ بخبر جاء يفرحنا، كما أسلف المقدم عبيد الله، وهو خبر البواردي خالد بن عوض بن هادي المدلشي، حيث فاز في هذا اليوم المبارك ببواردي ذي مستور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه ويحفظه، ونقول له مبروك، ألف مبروك. وبهذه المناسبة أيها الأحبة، أعددت أبيات قليلة ولست شاعر، بل أحيانا يفيض الخاطر بما يختلج فيه، فأقول: يا منزل القرآن ولعبادك مجيب، اقبل عملنا ثم ضاعف ثوابه، وجنب وجيه الحاضرين اللواهيب، وجنب وجيه الحاضرين اللواهيب، وفردوس جناتك لكل القرابة، باسم ذوي مدلش انزف التراحيب، إعداد همال المطر من سحابة، يا مرحبا ترحيب مليون ترحيب، إعداد من بدار ساروا مشابة، بضيوفنا الغالين عكف الأشانيب، يا مرحبا بلي لفا مرحبا به، ومبروك يا خالد عطيب المضاريب، خالد عريب الساس من روس لابه، يستاهل التكريم ذيب ولد ذيب، ابن فهد يا الله ترحم جنابه، جده عض الله كاسب المجد والطيب، جده عض الله كاسب المجد والطيب، شيخ الكرم للضيف مفتوح بابه. وبإكمال هذه القصيدة لا ننسى هذا الجد الغالي علينا جميعا، فقد تربى هذا البناخي في كنفه، علمه على الصلاة وعلى الأدب وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى الكرامة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وبيض الله وجهه ووجه أبنائه جميعا. جد عض الله كاسب المجد والطيب، شيخ الكرم للضيف مفتوح بابه، وأخوه فيصل معتلي في المراقيب،
قرناس فعله مثل فعل الذيابة، ألاد مدلش من نصاهم ما يخيب، ربعي ذوي مدلش رجال المهابة، وكل القبايل وافية بالمواجيب، والسيف ما يضرب بليان صابة، وصلوا على الهادي بخير المطاليب، إعداد ما صلوا عليها الصحابة. وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر المدلشي على هذه الكلمة الترحيبية الضافية والوافية، وصح لسانه على هذه المشاركة وعلى هذه الأبيات